السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اللي غنناقشوا فيه قرعه كاس العالم. كيف ما شفنا فغادي يكون فيديو قصير، انا ما نطولش عليكم بزاف الاخوان. كيف ما شفنا فالمنتخب الوطني المغربي فهو جا في المجموعه ديال البرازيل اسكتلندا وهايتي. هذه المجموعه هذه اللي ناقصها النرويج وبلاصه هايتي باش تكون هي المجموعه ديال 1998 بقياده هنري ميشيل. شفنا بان المجموعه اليوم تقامت في تقامت في الولايات المتحده الامريكيه بحضور جميع المدربين ديال الفرق، وكذلك بحضور الرئيس الامريكي ترامب، وكذلك شخصيات بارزه عالميا. القرعه فهي عطات منتخبات البرازيل وكذلك هايتي واسكتلندا هي المجموعه ديال المنتخب الوطني المغربي. بصراحه المجموعه كنشوفوا بانها في المتناول، ممكن ان المنتخب الوطني المغربي يتاهل هو البرازيل بشكل سهل، ولكن كره القدم تعوداتنا على المفاجات. يمكن ان ما تمشيش الامور كيف ما كيبغي المنتخب الوطني المغربي، وكذلك يمكن انها تمشي اذا كان هناك تركيز وكانت هناك واحد التواضع ديال اللاعبين بانهم خاصهم يلعبوا اللقاءات بكل جديه. المنتخب الوطني المغربي غادي يلعب اللقاءات ديالو في الولايات المتحده الامريكيه، لانه غادي يلعب في المجموعه ديال البرازيل. كنعرفوا بان كاين كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. المنتخبات الكبيره هي اللي غادي تلعب في الولايات المتحده الامريكيه، ومنها مجموعه البرازيل. وكاينين مجموعات اخرى غادي يلعبوا غير في المكسيك ولا كندا. لذلك فالقرعه اليوم كنظن بانها كانت رحيمه بالمنتخب المغربي عكس المنتخبات العربيه الاخرى او الافريقيه. المنتخب المغربي غادي يواجه في اللقاء الاول هايتي ثم اسكتلندا، واللقاء الاخير غادي يكون مع البرازيل. ان شاء الله نفوزوا على هايتي واسكتلندا، ويبقى المنتخب البرازيل لقاء لتصدر المجموعه، لما الفوز كذلك على البرازيل وتصدر المجموعه والتاهل كمتصدرين باش نلعبوا في المدينه اللي كنستقبلوا فيها. اللقاءات ديال كاس العالم غادي تكون في شهر 6 ديال العام 2026، اي السنه المقبله في شهر يونيو غتبدا اللقاءات ديال دور المجموعات. كاس العالم لهذه السنه فهو فيه 48 منتخب، غادي تكون مقابلات كثيره، ربما غيكون 104 لقاءات او 106 لقاءات. غادي تمشي لشهرين ربما ولا اكثر، ولا شهرين ونص. لذلك فكاس العالم المقبله في 2026 فنحن على موعد مع مباريات كثيره وكثيره جدا، والبطل الا بغى يفوز بها فخصو يلعب واحد 8 لقاءات ولا مع 9، عكس البطولات الماضيه اللي كان فيها 32 منتخب. الان زاد 16 منتخب باش ولا 48 منتخب. كيف ما قلنا المنتخب الوطني المغربي فهو جاء في مجموعه في المتناول، ربما الفوز على هايتي واسكتلندا في اللقاءين الاولين غيسهل امورها باش اننا نمروا المجموعه، نمروا للدور الثاني. الى ذلك الحين الاخوان كنضرب لكم موعد في فيديو اخر وتحليل ديال حدث رياضي اخر. ما تنساوش الاخوان لايك، بارطاج وكومون.